تتبيله غنحتاجو فيها كاس الزيت، معلقه كبيره الصوجا، معلقه ونص صغيره عامره التحميره، نص معلقه كبيره الثوم بودره، نص معلقه كبيره بصل بودره، شويه سوداني، معلقه كبيره التحميره، معلقه صغيره كينجبير، شويه د الابزار، شويه د اليازر والزعتر، ملح. نزيدو نحكو عليها شي 3 دروس الثوم، نحركوها بهذا الشكل هذا. نسيت لا موطارد نزيد واحد المعلقه صغيره عامره بهذا الشكل هذا، نعاودو نحركو داكشي كامل مزيان. اذا كون وجدنا تتبيله يا سلام، وهذه هي التتبيله اللي غادي نخدمو بها. دابا نجيبو الفخاد اللي غادي نتبلوه، غنبدا نقيه من هاد الجلده اللي كتكون. من الاحسن يكون المسماضي مزيان، وحاولوا ما تدخلوش في اللحم، غير ديك الجلده اللي كتكون من الفوق. ومن بعد ما نقينا الفخاد اللي عندنا نعملوا فيه شي تقيبات بهذا الشكل هذا، وفي ديك التقيبات نعملوا حتى طبق ديال الفران، بابي الومنيوم، بابي كويسون، الفخاد اللي عندنا نبداو نشرملوه بهذه الطريقه هذه. نزيدو الخضره اللي وجدنا، نعاودو نغطيو بابي كويسون، نعاودو نغطيوه بابي الومنيوم، ودابا ندخلوها الفران لمده 3 ساعات. الساعه الاوليه على